الانفتاح على جميع المكونات السياسية ديال المشهد ديال بلادنا مسألة مستحبة ومزيانة وخصها تستمر مهما كل المواقع ديالنا لا حاليا ولا مستقبلا. وذكرنا على أن الأمور يجب أن تستمروا في المذاكرات اللقاءات ولو نكونوا في مواقع مختلفة ماشي غير بيناتنا كجوج أحزاب ولكن مع التعبيرات السياسية الموجودة بما في حتى التعبيرات الأخرى كانت نقابية ولا بدنية ولا ثقافية، لأن فضيلة الحوار مهمة جدا. الإنصات والإنصات الآخر مهم جدا. ما عدا هذا مازال كل واحد في بلاصتو. بمعنى واش طرح مشاركة الحكومة؟ أظن بأن لا ليهم ولا لنا هذا الموضوع سابق لأوانه. لكم إلى حدود الساعة هذا الموضوع سابق لأوانه. لو قدم لكم التأييدات منين غادي يتقدم؟ هذو مشاورات ديال تشكيل الحكومة ضروري واش ربما هذه مشاورات تشكيل الحكومة اللي كنطلب باش يدخل، ولكن الحزب اللي ما طلبش باش يدخل هذه ماشي مشاورات ديال تشكيل الحكومة. لا ما طلبناش باش يدخلوا. دابا هذه السؤال طرحوا عليه هو، هل طلب المشاركة؟ وانا داك الساعه غادي نجاوبكم منين غيقول لكم هو واش طلب المشاركه، ماشي الموقف ديالنا. دابا سولوا هو واش طلب منا المشاركه. هذه المنهجيه اللي كيديرها السيد الرئيس منهجيه مزيانه، ما كتعنيش بان منهجيات الاستيعاب ديالها ما كانش مزيانه باش نقولها لكم. كل واحد طريقته تدبير الامور ديالها. انا احترم السي عبد الله كما كنحترم السي سعد. والان جينا في اطار انفتاح على الاحزاب السياسيه. شنو كتبت وهضرنا بالامازيغيه في الاول. عطيو السلح بالامازيغيه استاذ، السلح بالامازيغيه خليه يكمل. ماشي حنا اللي ما عندناش الوقت الكثير، هو اللي ما عندوش الوقت. خليه يتكلم حنا عندنا الوقت. واش غتحاولوا المعارضه؟ الاخوان الاخوات الله يرضي عليكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. واش غتبقاو بالمعارضه؟ احنا مازال في الموقف ديالنا ديال 8 اكتوبر.